أعزائي المشاهدين في كل مكان، متابعين كرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل في زر الجرس، لأني بكم إن شاء الله حستمر. إن أول فيديوهين دول أعملهم على اليوتيوب. إن شاء الله هتكلم اليوم على ماتش النادي الأهلي والداخلية. معروف علاء عبد العال إن هو بيلعب دفاع، يعني قدام النادي الأهلي بالذات أو الزمالك هو بيلعب خطة دفاعية، بيعمل سور أو بيعمل حيطة. النادي الأهلي لعب الشوط الأول للنسيان، يعتبر النادي الأهلي ما جاش فيه لأنه ما عملش فيه يمكن هجمتين ما فيش غيرهم في الشوط الأول. الشوط الثاني النادي الأهلي نزل 3 تغييرات في أول الشوط، هاجم ولعب كرة هجومية حتى تقدم 1-0 بهدف محمود كهربا. بعد كده النادي الأهلي تراجع. ايه سر التراجع؟ الله أعلم. جه هدف التعادل. بالنسبة للنادي الأهلي التعادل يعني هزيمي، جمهور النادي الأهلي كله تعادل هزيمي، ما نحبش التعادل، معروف يفوز. هنا هتكلم عن محمد معروف، الحكم جاي من إيقاف، وحكم زملكاوي ومعروف إنه هو زملكاوي، معروف بالنطة بتاعت السنة اللي فاتت لما نادي الزمالك حط الهدف. يعني ازاي انت تجيب حكم زملكاوي وبيكره النادي الأهلي ومتعصب للزمالك وتحطه في ماتش للنادي الأهلي؟ معروف انت جايبه عشان توقف النادي الأهلي، وفعلا وقف النادي الأهلي. النادي الأهلي ليه ضربة جزاء ما حسبهاش، اللي هي يجيب منها الهدف التعادل. حتى الفار ما رجعش عادل اللعبي، ما فيش حد رجع عادل اللعبي. هي ضربة جزاء للنادي الأهلي، تردت جت هدف في النادي الأهلي، والهدف المسؤول عنه في الأول والأخير رامي ربيعة، لأن المهاجم خده ولف بيه. لو عيل صغير مش هيتاخد الوخدة دي. عايز اتكلم على الاتحاد بيلعب النادي الاهلي كل 3 ايام ماتش. هو الاتحاد يعني تحس ان كده الاهلي عدو، عاوز يدمر الاهلي باي طريقه باي وسيله، عاوز يدمر النادي الاهلي. يعني جه من السودان لعب في اسوان، جه من اسوان لعب ماتش صن داونز، ماتش قوي جدا، واليوم مع الداخلية، وبعد يومين مع القطن، وبعده حيلعبوه مع المقاولون. انا بستغرب ماتش المقاولون، ان انت ماتش المقاولون كده كده يعني متأجل، انت بتلعبه ليه؟ ايه الهدف؟ انت عاوز تدمر النادي الاهلي بحيث يروح النادي الاهلي ما فيهوش قوه، رايح خلصان عشان صن داونز يفوز عليه، يبقى الاهلي طلع من البطوله. بس ان شاء الله الاهلي حيفوز وحيلعب رغم انف الاتحاد الفاشل. يعني الاتحاد كله ظلم وفساد وضد النادي الاهلي. ان شاء الله الاهلي مش هيوقع. وعاوز اتكلم على حبس مرتضى منصور. اخيرا القضاء المصري يعني بياخد الحق للمظلومين، ودي جازات اي واحد بيغلط في الناس، ما فيش احسن من الاحترام والادب. وان شاء الله النادي الاهلي حيرجع تاني اقوى من الاول، وحيلعب وحياخد الدوري ان شاء الله، غصبا عن الاتحاد، غصب عن وليد العطار، غصب عن حازم امام، غصبا عن لجنة الحكام الفاسدة. واتمنى الحكام اللي مولهم للزمالك ما يحكموش النادي الاهلي. اتمنى من ادارة النادي الاهلي تتدخل
وتطالب ان اي حكم زملكاوي ما يحكمش للنادي الاهلي. طول ما انت ساكت ومحمود الخطيب ساكت، طول ما الاتحاد هيحط عليك. لازم تتكلم وتاخد حقك. ان هما الاتحاد عامل اللي بيسكت عن حقه ضعيف. طالب عن حقك. متنساش تعمل مشاركة ومتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.